العثور على جثمان الشاب ضياء طليق البلوجر لولا فني تحت ركام حجار في حدائق القبة. أعلنت قوات الحماية المدنية في القاهرة يوم السبت عن انتشار جثمان الشاب ضياء خالد طليق البلوجر لولا فني، أحد المفقودين أسفل أنقاض حادث انهيار 3 عقارات في مناطق حدائق القبة، إذا جاء بعد نحو 35 ساعة من الانتظار والحفر تحت الركام. ضياء الذي ظل مفقودا منذ لحظة الانهيار صباح أمس الجمعة كان أحد سكان العقارات ال3 المنكوبة التي انهارت عليه قبل أن تدمر الكتل الخرسانية وسط حالة من الفوضى والارتباك. طليقة لولا فاني كانت قد كتبت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الجمعة: ادعوا لضياء تحت الأنقاض ومحدش قادر يوصل له، لتتحول كلماتها إلى وسم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وسط مطالبات بتكثيف جهود الإنقاذ. يقول أحد أفراد فريق البحث والإنقاذ: كنا نعرف إن ضياء موجود وكانت المؤشرات الحيوية متوقفة، لكن الأمل كان يدفعنا للحفر حتى اللحظة الأخيرة. تمكنا من الوصول إليه بعد 35 ساعة من العمل المتواصل، وكان جسده مغطي بالأتربة الكاملة. جثمان ضياء نقل بسيارة إسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى في إحدى المستشفيات، حيث احتشد العشرات من سكان المنطقة وأقاربه لتوضيعه. كان شهم وكان بيجري ينقذ ناس ما يعرفهاش، قلبه كان كبير والقدر اختاره يكون من الشهداء. يقول أحد أصدقائه: بينما يواسي والد ضياء الذي بدأ شاحب الوجه صامتا غير قادر على استيعاب ما جرى، أحمد صديق ضياء قال: فضلنا ندعي طول الليل، كنا بنقول يمكن يكون حي، يمكن يكون بيتنفس، لكن حتى لما طلع كنا فخورين بيه لأنه مات راجل. يذكر أن عدد ضحايا انهيار عقار حدائق القبة ارتفع إلى 10 جثمانين، بينهم أطفال ونساء وشباب، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة تحسبا لوجود آخرين تحت الأنقاض. النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في الواقعة وطلبت تقارير فنية عاجلة من الحي والإدارة الهندسية حول سلامة العقارات المجاورة. بص، انا عمري في حياتي ما طلعت فيديو من النوع ده خالص. عمري ما زعلت حد ولا حد زعل مني. ولا بطلع انكد على حد. ضياء لسه ما طلعش، كتروا من الدعاء يا جماعة، ربنا ينجيه. لسه فاضل ضياء ومعاه 5 تانيين تحت الأنقاض. في أطفال خرجت عايشة وفي ناس خرجت متوفية، ربنا يرحمهم. ضياء اللي لسه مفقود ما طلعش، لسه في 5 تانيين. ادعوا لهم ربنا ينجيهم والنبي. احنا قاعدين من امبارح لسه